لأنهم يستحقون. أحب من الناس الذي يشتغل بفكره فيبتدع من التراب ومن سديم خياله صورا جديدة نافعة. ذلك الذي يجد في حديقة ورثها عن أبيه شجرة تفاح واحدة فيغرس إلى جانبها شجرة ثانية. وذاك الذي يشتري كرمة تثمر قنطارا من العنب فيعطف عليها لتعطي قنطارين. والذي يصنع من الأخشاب الجافة المهملة مهدا للأطفال أو قيثارة تفيض بالأنغام. وذاك الذي يحول الطين إلى آنية للزيت أو العطر. والذي يحوك من القطن قميصا ومن الصوف جبة ومن الحرير رداء. والحداد الذي ما أنزل مطرقته على سندانه إلا أنزل معها قطرة من عرق جبينه. والخياط الذي يخيط الأثواب بخيط من نور عينيه. والنجار الذي لا يدق مسمارا إلا خبأ معه شيئا من عزيمته. وفي قلبي حب للراعي الذي يقود قطيعه كل صباح إلى المروج الخضراء ويورده المناهل الصافية ويناجيه بمزماره النهار بطوله. وعندما يأتي المساء يعود به إلى الحظيرة حيث الراحة والطمأنينة. تعجبني وجوههم بما عليها من سيماء الصبر والتجلد وحياتهم المشعشعة بجواهر الاجتهاد. أقدرهم جميعا وأقدر أصابعهم المغموسة بعناصر الأرض. وماذا عساني أقول في من يكره العمل لخمول في جسده وروحه، وفي من يأبى العمل لأنه بغنى عن الربح؟ ماذا عساني أقول في الذين يجلسون إلى مائدة ولا يضعون عليها رغيفا من خبز اجتهادهم أو كأسا من ذوب نضالهم؟ لا أستطيع أن أقول في هؤلاء أكثر أو أقل مما أقوله في لص يسرق جهد غيره. أقدر العاملين جميعا وأقدر أصابعهم المغموسة بعناصر الأرض.